سجق بالبهارات اللبنانية. لعمل السجق بدنا 1.5 كيلو لحمة مفرومة ناعم، وعليها راس ثوم مدقوق ناعم. بدنا 1.5 ملعقة من البهارات السجق اللي عملناها سوا. واكيد بدنا نضيف الملح، 1 ملعقة ملح او حسب ذوقكم. وهون بدنا ندعكها كتير 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 منيح، يعني شو ما في عندك هم بهالحياة اعجني. بدنا نضيف لها فنجان خل، واذا عندك خل العنب او التفاح بيكون اطيب. هون عم نضيف الخل، بنضيفه بالتدريج وبنكمل عجن. لازم تطلع كتير ناعمة. بعد ما خلصناها قبل ما نشكلها بنحطها ساعة بالبراد، ولو معك وقت ممكن تعمليها قبل بيوم تطلع اطيب. هون عملتهم بوبس او كرات صغيرة بعد ما خلصناها، اكيد شكلناهم. وعملتهم اللي هو اكيد ما استعملنا مصران ابدا، وهيك اطيب وانضف. وعملت كمان على شكل البرجر كأنه سجق برجر. واذا بتعملون بالبيت انضف واطيب كتير. وهيك على القليلة عارفين نحنا شو حاطين وشو هي اللحمة اللي عم نستعملها، وبتحطوهم بالفريزر وتستعملوهم بالوقت اللي انتو بدكن اياه. هلا خلينا نعمل سوا السجق بالخلطة. هون قلبت السجقات، ما حطيتش ولا نقطة زيت، يعني قلبتهم بميتهم اللي بتنزلها وهي الدهن اللي فيهم. وضفت لهم فليفلة ملونة، وضفت لهم رشة ملح ونتفة صلصة صغيرة بس لتعطيهم لون او نكهة بس. وكتير صحية وكتير طيبة، وعلى القليل احنا عارفين شو مستعملين باللحمة، وما استعملنا ولا نقطة زيت، وكتير كتير كتير طيبة، وخاصة لو انتوا عاملين رجيم او لو كارب. واكيد هون شوينا السجق اللي على شكل برجر. وهون عم بعمل الساندويشات، هيدا بالخبز اللي انا عملته معكم سابقا، مش مستعمله ولا نقطة سكر. هيدا الساندويش اكيد لبنوتة. وهون كمان عاملة بطاطا ويدجز، كمان انا عملته سابقا بالقناة عندي، هتلاقوه تحت موجود. وهيدا اكيد لإلي. لا لا لا. كتير طيب، عن جد بتمنى انكم تجربوها. كتير رائعة وكتير صحية، وعلى القليلة احنا عارفين الخبز نحنا عاملينه بايدينا، والسجق نحنا عاملينه. ولو عجبتكم بليز ما تنسوني بالشير واللايك والسبسكرايب. باي باي.